تخيل كده إنك صاحب مصنع وكل مرة بتحتاج تغير موديل منتج المكنة بتاخد ساعتين عشان تتظبط ساعتين، انت متخيل؟ ده كان الوضع في مصانع الخمسينات خصوصا في أمريكا وأوروبا. كان معظمهم بيعتبروا الوقت ده حاجة ثابتة ومفيش مفر منها، لكن في تويوتا كان عندهم رأي تاني خالص. تويوتا قررت تخلي الساعتين دول أقل من 10 دقايق، وده اللي سموه سميد، يعني Single Minute Exchange of Day. الهدف ما كانش بس إن المكنة تشتغل أسرع، لأ، الهدف الأهم كان المرونة، إنهم يقدروا ينتجوا تشكيلة أكبر من المنتجات وبسرعة من غير ما يخزنوا كميات مهولة من المنتج الواحد. الموضوع ده ما جاش بين يوم وليلة، ده كان محتاج صبر ومثابرة وتركيز على التفاصيل الصغيرة، إنهم يحللوا كل خطوة في عملية التغيير ويشوفوا إزاي ممكن يختصروها أو يعملوها وهم المكنة شغالة. معظم الشركات التانية فشلت تقلدهم عشان كانوا بيستعجلوا أو ما عندهمش نفس الإصرار. تويوتا مركزتش على إنتاج أكتر قد ما ركزت على إنتاج أذكى. إيه الحاجة اللي ممكن تغيرها في شغلك عشان تبقى مرن أكتر؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.